أيمن عبد اللهوي الرقم 5 الذي وقع الهدف الثاني لمولودية الجزائر بالقدم اليسرى، يلمس القدم اليسرى لنوفل خاصف. هنالك ركلة جزاء عند حدود الدقيقة 68، لأن اللقطة فهي واضحة كوضوح الشمس والقمر، فهي واضحة. قيادة اللقطة بعدما سجل سفيان بايزيد وأيمن عبد اللهوي، محمد بن برام يتجه إلى منطقة عمليات نادي مولودية الجزائر ليعلن على ركلة جزاء لفائدة شباب بالوزداد. ركلة جزاء لفائدة شباب بالوزداد عند حدود الدقيقة 69 في مباراة سوف تستمر وتتواصل بإثارة كروية رياضية كبيرة وعظيمة. شريطة يسجل شباب بالوزداد، ولأن المباراة سوف توفي بكل الوعود. ركلة جزاء لفائدة فريق شباب بالوزداد، وكذلك أمام التحامات اللاعبين. الدقيقة 69 التحامات رهيبة بين لاعبي الفريقين. ولا زال معكم الإعلامي عبد السلام عيدن، وعلى القناتين الأولى الأرضية والسادسة الشبابية للتلفزيون الرسمي العمومي.